لو سالت حد يناير ده بالنسبه لك ايه، هتلاقي نص الشعب يقول لك عيد ميلادي، وواحد واحد تحديدا، وممكن حد تاني يقول لك عادي يعني سنه جديده بدات. لكن لو سالت حد كوير هيقول لك يعني الميركاتو، يعني الصفقات. ولو حد بقى فهمان اكتر هيقول لك يناير يعني العمريزيو. وخلي بالك لو مركز النضاره كبرت العمريزيو صرف. فتعالى يا اللي وحشني احرق لك كل الصفقات الجديده اللي هتحصل في يناير ده. زي ما انا عودتك طبعا الاخبار الموثوقه 100% هتلاقيها هنا بس. ففي الاول اعمل لايك وشير عشان تساعد الحلقه دي توصل ناس اكتر تشوفها، واعمل سبسكرايب في الشانل واستنى كل الفيديوهات الجايه. واهلا بيك في كروس اوفر، انا العمريزيو ويلا بينا. هتلاقي الكلام الحلقه دي رايح على انجلترا شويه لان دي البلد اللي فيها اكتر فلوس وماني توكس، فهم دول بس اللي بيعملوا صفقات. فطبعا لازم ابدا بتشيلسي اللي عمال يودي وفلوس هنا وفلوس هناك ومضيع خالص. اول حاجه تشيلسي راح جاب مدافع اسمه بنوا بداشيل. انا ما اعرفش مين بنوا ده، انا ما اعرفش غير بنوا بلانك من فيلم نايف زاوت. اصل خلي بالك العمريزيو بتاع افلام برضه. المهم بنوا ده بيلعب قلب دفاع في فريق موناكو، اتدفع فيه 38 مليون يورو عشان تشيلسي يكمل ترسانه اللعيبه اللي في خط الدفاع. هو ده الخط الوحيد المستقر واكتر خط فيه لعيبه. وتشيلسي ما وقفش على كده، لا كمان راح جاب لعيب برازيلي صغنن كده، شغل افساد على كبير ده بتاع جدو بيريز الشامخ. فاللعيب اللي جابه ده اسمه اندري سانتوس. اللعيب ده بيلعب نص ملعب ارتكاز وساعات بيلعب كتمانية. ده في البرازيل بيلقبوه ان هو ده اللي هيقارن بكاسيميرو وبيلينجهام. ما اعرفش ايه العلاقه بين الاثنين، ده 8 وده 6 بس تمام. يعني اللعيب ده اتدفع فيه 12.5 مليون يورو، فتمام حاجه للمستقبل. هنشوف هتقول ايه. ولسه زي ما قلت لك تشيلسي مودي جامد خالص وعمال يصرف. راح كمان جاب مهاجم اسمه داترو فوفانا. ده مهاجم من فريق مولدي في الدوري النرويجي، وده بصراحه بقى انا عارفه جبته في الكارير مود السنه دي. الواد حوار سريع قوي، شويت قوي، هداء. بص تقييمه بالنسبه لي كارير مود جامد قوي. بس ده معلومات العمريزيو بتقول ان ده مش شرط يكون هيكمل، ده لسه احتمال ان هو يطلع اعاره، بس لسه هيتحدد الكلام ده في الايام اللي جايه. يعني مكالمتي مع جراهام بوتر الاخيره قال لي بص يا عمريزيو انا لسه مش متاكد، هو انا جبته بس انا مش مقتنع اذا كان هيكمل ولا لا. قلت له ايوه يا عم بوتر دلوقتي انا طالع للناس اقول لهم ايه؟ قال لي قول الاقرب انه يطلع اعاره، فغالبا هيطلع اعاره ده فوفانا ده. وجابوا كمان جواو فيليكس من اتلتيكو مدريد كاعاره. وجواو فيليكس ده كان عليه خناقه كبيره جدا خلي بالك في الفتره الاخيره بين ارسنال ومانشستر يونايتد، وتشيلسي هو اللي كسب في الاخر. بس خدها من عمريزيو ثقه، تشيلسي كانوا زباين جدا في الصفقه دي. ليه بقى؟ كرويا مش حاسس ان هي مفيده، بس طبعا عمريزيو مش بتاع كوره قوي، فانا يعني ما فهمش تفاصيلها بتاع صفقات. بس لكن من ناحيه الصفقات اندفع 11 مليون في لعيب اعاره 6 شهور بس، وما حطيتش اي بند يسمح لك ان انت تشتريه بعدها، ولا انت متفق على رقم ولا اي حاجه. وكمان فيليكس جدد عقده قبل ما يمشي لحد 2027، فانت ما استفدتش اي حاجه. يعني فرضا يا عم لعب معاك الست شهور دول وعجبك، هتروح تشتريه بكام؟ مش اقل من 120 مليون يورو. واسمع مني انا بكلم، انا خبره في الصفقات عيب يعني. فبصراحه يعني حاسس ان هي حاجه فكسانه، واتلتيكو بس هو المستفيد، وشويه فيليكس ان هو هيروق شويه دماغه من سيميوني اللي هو جاب اخره منه. غير كده كمان تشيلسي كان داخل في انزو فرنانديز وكان عايز يدفع 100 مليون، لكن بنفيكا قال له لا 100 مليون ايه، ما يلزمنيش، انا عايز 120 مليون يورو الشرط الجزائي كامل. لكن تشيلسي طلع ناصح في الحوار ده، قال له لا يا عم انا ما يضحكش عليا، 120 مليون ايه، مش دافع، هو اخري 100 وده اللي عندي. لا ناصح يا واد يا توت بويلي ناصح. فاللي عرفته مؤخرا ان خلاص تشيلسي بنسبه 100% انسحب من الصفقه دي، وانزو فرنانديز هيكمل الموسم ده مع بنفيكا، ويتاجل بقى موضوع بيعه ده للصيف لانه كده كده هيتباع سونر اور ليتر. اخر حاجه بقى هو لعيب عليه خناقه بين ارسنال وتشيلسي، هو مودريك. مين مودريك ده؟ اقول لك ده لعيب بيلعب في الدوري الاوكراني مع فريق شختر. مسؤولين شختر بيقول لك مودريك ده بقى موهبه استثنائيه احسن من انتوني، فانتوني اتباع ب 100 مليون، انا عايز زيه، انا عايز 100 مليون. ما هي خلاص بقت شوطه، اي نادي عنده لعيب جاب له جونين ثلاثه قال لك 100 مليون، فهو عايز فيه 100 مليون. ارسنال كان هو اللي داخل في الصفقه دي الاول، وفعلا في بدايه يناير قدم عرض 40 مليون زائد 20 مليون اضافات، فشختر قال له لا يفتح الله. راح قال له خلاص 50 مليون و20 مليون اضافات، قال له لا يفتح الله. فارسنال قال له طب بص هفكر كده والف لفه وارجع لك. فارسنال سكت حاليا، مفيش اي عرض تاني اتقدم بعد العرض ده، وقاعد ساكت بيتفرج. فطبعا توت بويلي راجل امريكي رخم، اي حد بيخش في اي صفقه ومزمزق فيها مش عارف يخلص بيخش يرخم، اعلي السعر وخلاص هو كده. وده راجل مجنون عادي، ممكن يدفع 100 مليون ولا فارق معايا، ما هي فلوس زي الرز اصلا. فكل اللي بيحصل حاليا ان الناديين واقفين بيتفرجوا، مسؤولين شختر كانوا موجودين في انجلترا لكن ولا اي حاجه حصلت. اللعيب نفسه رغبته الارسنال، لان هو بيقعد ينزل في ستوريز وبيتفرج على ماتشات ارسنال وعمال يلمح كده ويعمل لايك على بوستات على الانستجرام مكتوب فيها فري مودريك، حرروا مودريك. فزي ما بقول لك لحد دلوقتي الدنيا حاليا واقفه، لكن هو ده تركيز ارسنال الوحيد حاليا. ارسنال مش داخل في اي حاجه ثانيه، مفيش في دماغهم اي حاجه ثانيه غير مودريك. وطبعا كان فيليكس زي ما قلت لك، لكن لما راحت منهم حتى هم ما يخلوش في جواو فيليكس قوي يعني. فبس تعالى بقى نروح لمانشستر يونايتد. بس خليني كده اول احكي لك عن لاف تريانجل حصل كده غريب، هتفهم يونايتد رايح فيه لفين. دلوقتي يونايتد كان عنده رونالدو صح مشي وراح للنصر السعودي صح حلو. النصر السعودي ده كان عنده مين؟ فينسنت ابو بكر صح مشي بقى عشان يفضي مكان لرونالدو اللي وصل النصر السعودي. تعالى بقى نروح بسرعه كده لتركيا. بشكتاش كان عنده مهاجم اسمه فيج هورست صح هيمشي هيروح يونايتد عشان يبقى هو المهاجم اللي جاي مكان كريستيانو اللي هو راح النصر السعودي، عشان بقى هو المهاجم اللي جه بعد ما فينسنت ابو بكر مشي عشان يفضي له مكان. ففينسنت ابو بكر هيروح هو بشكتاش، وفيج هورست هيجي يونايتد، وكريستيانو يثبت في النصر. فهمت انت اللفه؟ المهم بقى اللي اتقال ان الحوار ده تقريبا خلاص خلص ومساله وقت وتلاقي الاعلان الرسمي بينزل وفيج هورست خلاص في يونايتد. هو الفكره ان هو لعيب في بيرنلي كان طالع اعاره لبشكتاش ويونايتد عايزه، فباجتماع ثلاثي كده وبلفه غريبه كده وصلوا لصيغه ان هو يكمل اعارته في يونايتد
ولو ساعتها اقتنعوا بيه هيبقى في تفكير ان هم يشتروه بعدها. هل بس كده ده اللي يونايتد عايزه؟ اقول لك لا، هم كمان داخلين في باك يمين، بس زي ما قايل لك من الصيف الدحار كله واقف على وان بيساكا، هو عامل زي البيت الوقف، الواد ولا حد عايزه ولا هو لاقي نادي عايزه ولا اي حاجه، فقاعد في النادي مش عارف يروح فين. فاول ما يعرفوا ان هم يسربوا وان بيساكا ده هيبصوا على باك يمين. وبما ان جبنا سيره كريستيانو ففي حاجه برده كده تعالى اكلمك عنها، هو موضوع البند اللي كان موجود في عقده ان هو يروح نيوكاسل لو نيوكاسل راح دوري الابطال ده، بما ان نفس المالك يعني وبتاع، هي مجموعه السعوديه وهي برده هنا. خليني اقول لك الكلام ده مفيش فيستك. وايدي هاو نفسه مدرب نيوكاسل طلع واتكلم قال مفيش الكلام ده. هتقول لي يا عم عادي، ما المدربين كلهم كدابين، ولا في جوارديولا اكبر عبره. اقول لك يا عم فكك من ايدي هاو، مش انت بتثق في العمريزيو حبيبك واخوك اللي بيحرق لك كل حاجه؟ انا بقول لك الكلام ده مفيش، خلاص كريستيانو كده كده قصته في اوروبا انتهت، فخد من العمريزيو وما تدورش ورايا، فكك مفيش الكلام ده. تعالى بقى نروح لليفربول. خلاص كلنا عرفنا ان هم جابوا كودي جاكبو في بدايه يناير، قبل كمان ما يناير حتى يبدا وهم اعلنوا عن الصفقه. وعلى فكره كودي جاكبو ده اتخطف من بق يونايتد بيفاوضوا من الصيف اللي فات، لكن عشان يتعلموا ان انت لما تعوز لعيب تنجز. ليفربول دخل خلص في يوم، اسرع صفقه شفتها في حياتي، وانت ما تعرفش عمريزيو ده خبره كام سنه في الصفقات، ده حوار طويل. المهم يعني جاكبو فعلا وصل ولعب وكل حاجه. السؤال بقى هل في حاجه تانية غير جاكبو جايه في الطريق؟ اقول لك لا، وانت المفروض تكون اتعودت يعني على نتانه اداره ليفربول، وطالما طلعوا قالوا البق المعفن بتاعهم ده احنا خلاص احنا مش هنصرف حاجه يناير ده، بس احنا مجهزين 250 مليون ليورجن كلوب، انما ايه عنب. فبقى قابلني بقى يا عم، تروح بقى تنزل بقى مش هتعرف تصعد دوري ابطال فتروح تصرف اكتر منهم، او مش هتصرف عشان ده الطبيعي، مع ان كلنا عارفين ان ليفربول مش محتاج فعلا صفقات، والفريق ده بيعاني. وزي ما قلت لك انت عارف العمريزي ما بيفهمش كوره، بس ده مش محتاج. هي عيل صغير لو قاعد يتفرج على ماتش واحد ليفربول هيقول لك الفريق ده بيعاني قوي. لكن زي ما بقول لك الفريق ما عندوش اي نيه انه يصرف في يناير، في لعيبه عينه عليهم بس مش هيخش، يعني هو عينه على انزو، عينه على بيلينجهام، بس طبعا دول غاليين قوي على اداره ليفربول، يعني عارفين النتانه اللي هم فيها. فبس نقدر نقول كده على ليفربول ان هي اتعشت حاليا. اخر حاجه بقى تعال نروح على اسبانيا، نعدي عليهم كده سريعا، ريال مدريد وبرشلونه. وخلينا نبدا ببرشلونه. شوف لابورتو وانا بكلمه من كام يوم قال لي يا عم احنا بنكح تراب، فولا في فلوس ان احنا نجيب حد ولا اي حاجه. وكمان طلع لهم حوار كده قضيه لعيب برازيلي ما اعرفش جابوه امتى ولا مشوه امتى، رفع عليهم قضيه ان هو ظلموه وما مش عارف خدش مستحقاته، فاتحكم له 8.5 مليون يورو غرامه على برشلونه كمان. فلابورتا قال لي يا عم سلام عليكم انا رايح اسد ديوني، انا مش عارف اشتري، هي اخرها ممكن يبقى في عمليه بيع وهو ممفيس ديباي، وممكن تبقى اعاره كمان مش بيع، لان اتلتيكو مدريد حاليا بيبص على حد تاني يجي مكان جواو فيليكس، وعينهم حاليا على ممفيس ديباي. هل ديباي هيمشي؟ ما افتكرش بصراحه. برشلونه خايف جدا ان هو يفرط في اي لعيبه، عنده كذا مشاكل، عنده لعيبه بتتصاب، عنده لعيبه بتتوقف، عندك حاليا فيران توريس احتمال يتوقف حبه حلوين، فدي هتبقى مشاكل، فغالبا الحوار ده مش هيحصل ومش هيمشي. ريال مدريد بقى على الناحيه الثانيه مدعي الفقر برضه، ومأجل كل حاجه للصيف، محتفظ بالبادجت بتاعه كده يكتره وفي الصيف يصرف ان شاء الله، لان زي ما احنا عارفين كده كده جده انشيلوتي ما عندوش اي طلبات، ده الموجود همشي بيه. ومدريد كمان عندهم بتاع 7 لعيبه عقودهم هيخلصوا، يعني احنا بنتكلم في بنزيما، مودريتش، كروس، اسينسيو، فاسكيز، ناتشو، مش فاكر مين تاني بصراحه، بس يعني في اكتر اعتقد. فهم دول التركيز عليهم حاليا، وده اللي اتقال لي يعني، بس مش من جده بريز، انا الصراحه ما اعرفوش، ابقى كداب لو قلت لك اني كلمت شخصيا، ما حصلتش ولا مره. فلما مدريد يحسم قراره مع اللعيبه دي ساعتها بقى نبقى نشوف ايه اللي هيحصل، لكن حاليا مفيش صرف. وبس كده، دي كل الاخبار وكل الصفقات اللي ممكن تحصل، هنشوف بقى اللي هيحصل منها. كده اديتك كل المعلومات اللي عندي، انزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وبس سلام.